اليوم جبت لكم بديل الحرشة اللي وصفة سهلة وسريعة وصحية من الفوق. نتمنى تستافدوا منه. السلام عليكم. اليوم غندير بديل الحرشة صحي، يعني للناس اللي دايرين الريجيم. فيها جوج بيضات، كندير فيها جوج بيضات. يعني فيهم، يعني ما درتش كميه كثيره، يعني ليا بوحدي، يعني ماشي العائله كامله، يعني هذه ليا بوحدي. مثلا جوج بيضات فرغتهم مزيان. صافي بقيت كنفرغ فيهم مزيان. اولا نفرغ البيض مزيان. صافي وزدت عليه الكوك، عندي تقريبا زلافه ديال الكوك. صافي وحركته. ملي هكا حركته شويه بلي نسجم البيض مع داك الكوك. صافي ممكن دير قشور ليمون اولا الفاني، انا ما درتوش، ما كانش عندي. زدت عليهم ياغورت مسوس او بين الاخضر، يعني باش كتجمعي داك هذيك الحرشه. وهكا يعني مثلا تجي هكا، ما كتجيش مطلوق، كتجي هكا مجموعه شويه. زدت الملحه، قبصه ديال الملحه. صافي تنخلطها بيدي كنخلطها بيدي صافي. وكنزيد الخماره من بعد، تنديرها في واحد المقله اللي وكتكون مدهونه دجاج بالزبده، وتنخليها كطيب على خاطرها على نار مهيله. ومن بعد كنقلبها بديك الغطيانيت ديال المقله. صافي وكنخليها طيب. ملي كتخرج كنزوقها، مثلا نزوق حسب زبده الفول السوداني، اللي هي ناقصه في هذا في الكالوري وفي الكارب، وصحيه. صافي زوقتها ممكن تزوقها بشكل اللي بغيتي. ممكن ديريها بالجبن، ديريها اللي بغيتي نتيا، اي حاجه صحيه، تكبي عليها زيت العود، اي حاجه، المهم شي حاجه تكون صحيه، حيت هي اصلا صحيه ولصحاب الريجيم. يعني ما يمكنش تزيدي عليها شي حاجه اللي ماشي صحيه. ولا بغيتي تزيدي الشوكولاط، ممكن ديري الشوكولاط 85%. راه صالح يعني مزيان. وها هي تبارك الله خرجت زوينه ولذيذه ومشبعه. انا اصلا ما قدرتش نكملها، كليت هكا وبقى لي واحد الجزء من بعد عاد باش كملته. صراحه الناس اللي وكتجي خفيفه وفي نفس الوقت كتشبعك، يعني ما كتحسيش راسك محرومه. وزوقها بالدسر اللي بغيتي، عندك الكيوي، عندك فراز، عندك الميرتي، عندك زوقها به. تجي زوينه وخفيفه وصالحه الناس اللي دايرين ريجيم ودايرين حميه وبغيو ينقصوا الوزن. راه كنظن انها صالحه ليهم وكياكلوها بضمير مرتاح، يعني بدون تأنيب الضمير، والصحه والراحه. لا، وصفه جميله. نتمنى تستافدوا من الوصفات ديالي. انا كنحاول نشارك معكم الوصفات اللي كندير وساهلين وللريجيم.